السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تكسب ثواب وأنا آخد ثواب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو مش متابعني يا صاحبي تابعني عشان تتابع كل جديد واشترك في القناة. النهارده في مباريات مهمة جدا جدا، الأهلي بيلعب المصري في كأس مصر والزمالك بيلعب النصر السعودي في الفرصة الأخيرة للزمالك. لازما يعمل نتيجة إيجابية مع النصر السعودي. هل الزمالك يقدر؟ الزمالك يقدر. في 6 فرق أفريقية خرجت من البطولة العربية، وده مؤشر خطر على فرق في المستوى بين الفرق الافريقيه والفرق الاسيويه او الفرقه السعوديه، لان هم عاملين تعاقدات كبيره جدا. واوسيريو مدرب الزمالك انا مش فاهم تصريحاته، تحس انها ملهاش فايده، تحس انها ايه، يا اما تجيب لك احباط يا اما اصلا هي كوميديه. مثلا يقول لك النصر ده امكانيات كبيره. طب وايه الجديد يا عم؟ احنا عارفين النصر ده ايه الفايده. يا اما يقول لك لو عندهم رونالدو احنا عندنا شيكابالا. مش تقليل من شيكابالا، بس انت بتعمل ايه يا عم؟ ده اللي انت بتقوله ده ما تفيدنا باي حاجه في التصوير. ما تشوف الناس يا عم بيقولوا ايه في قبل المباريات المهمه. وعلى الناحيه الثانيه مرتضى منصور يقول لك انا مشيت، انا ارحل. انت كده كده اصلا معزول، انت مش بتمشي بمزاجك، انت معزول من فتره، انت المفروض ماشي اصلا. ولكن رغم ان انا مشيت مش هسيب شلم لكهرباء. طب انت هو كهرباء في مشكله بينك وبينه عندكم في البيت؟ ده حاجه برضو بتاع نادي الزمالك. مش هتسيب شلم ازاي وانت مشيت؟ ويا ممدوح يا عباس خلاص وسيب النادي. مفيش خلاص. انت مش ماشي، احنا عارفين ان انت مش ماشي. طبعا النادي الاهلي الماتش بتاع الكاس بتاع مصر ده كان بتاع النادي المصري، ده ماتش مهم جدا. علي ماهر هو اللي بيدير النادي المصري، وده اللي مخلي الماتش فيه صعوبه. وكمان راحت الدوله مصعبه الماتش اكتر، بتقول لك هتلعبوا الساعه 6 في الحر عشان توفير كهرباء قبل ما الدنيا تظلم. مش عارف القرار ده هنلعب بقى مع سان داونز الساعه 3 تاني. فاهم انت الفكره ازاي؟ الله المستعان. طبعا محامين بقى اشتغلت بقى، محامي كهرباء بيقول لك في مفاجاه النهارده في القضيه، ويا اما ندفع يا اما ناجل. وبطمن جماهير الاهلي احنا مش قلقانين على فكره، يعني انت وكهرباء احنا مش قلقانين، انتوا كده كده اللعبه دي شغاله مش هتخلص بين عليها. ومحامي الشحات بيقول لك ان الشيبي المفروض يعتذر لجماهير النادي الاهلي عن الحركه اللي هو عملها، وما خدناش اي اجراء قانوني. مش فاهم انتوا الموضوع بقى دخل في المحاميين وحاجات جنائيه المفروض انها ملهاش علاقه بكره القدم يعني. برضه في البطوله العربيه في ديربي جميل قوي قوي عاجبني، بس هو يعني بدري شويه. الاتحاد السعودي بيهزم الشرطه وهيقابل الهلال السعودي في ربع النهائي. يعني ده يعتبر نهائي مبكر للبطوله. ما كنتش اتمنى فرق يعني ايه دول يقابلوا بعض بدري قوي كده. والاهلي بقى المصري بيعلن رحيل ابو عبله اللي هو طبيب الفريق. انا مع القرار ده من زمان. الراجل ده ما فيش لعيب اتصاب ورجع زي ما هو. حتى لو صليبي يرجع ياخد صليبي في الناحيه الثانيه، يتصاب يرجع عادي يلعب ماتشين بالظبط او ماتش، ويتصاب تاني يقعد 3 4 شهور. فما فيش متولي متصاب من 20 سنه والسوليه لا الراجل ده مش على مستوى باقي الفرقه. طبيا الاهلي المستوى بتاعه مش على مستوى العناصر بتاعه الفرقه. مواجهه المصري دي هتبقى صعبه جدا طبعا. اتمنى ان النادي الاهلي يحقق فيها يعني فوز، لان علي ماهر فرض عليك التعادل ذهابا وايابا، واصلا في 2018 هو اللي طلعك من كاس لما كان بيدرب الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز. لان الفايز من الماتش دوت هيواجه انبي في ربع النهائي، وربع النهائي الطرف الاخر الزمالك وبيراميدز. فاهم انت ازاي؟ فاللي هيفوز من المصري والاهلي هيواجه انبي. وفي طبعا عده تعاقدات كده. عمرو ورده بيقول لك رايح الرجاء المغربي. ما اعرفش عمرو ورده ده يعني مين اللي مقتنع بعمرو ورده، انا مش عارف، بس هو هيروح الرجاء المغربي هنشوف. والزمالك الخزينه بتاعته بتنتعش ب 128,000 دولار حق رعايه بتاعت مصطفى محمد من بسبب انتقاله في فرنسا. يا رب يكون الموضوع ده يعني يفرق معاهم شويه، لان الموضوع بقى صعب. صلاح بقى على خبر يعني قلب الدنيا من كام يوم، ان عثمان ديمبلي بعد كل اللي عمله معاه برشلونه يعتبر كان بيروح المستشفى اكتر ما بيلعب. بعد ما بقى تمام وفت، حتى مدرب اكزافي مدرب برشلونه بيقول كده احنا وقفنا معاه كتير، بعد ما بقى تمام مضى مع باريس سان جيرمان. فدلوقتي برشلونه بيدور على جناح يمين يبقى قوي وكده، فالذكاء الاصطناعي طلع لهم انسب حد ممكن يحطوا معاه محمد صلاح. فهل محمد صلاح ممكن نشوفه بقميص برشلونه السنه الجايه او في الصيف ده؟ لان في مشاكل حاصله معاه، وفان دايك ادوله اشاره القياده رغم ان صلاح هو اللي كان المفروض يستحقها. حتى مش عاملينه لا تاني تالت ولا تاني ولا تالت ولا رابع قائد، شايلينه خالص. فممكن نشوف صلاح في برشلونه، وانا اعتقد ان ده هيبقى قرار مناسب لو صلاح انتقل لبرشلونه. وفي النهايه يا صاحبي ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد.